بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في سورة الرحمن: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تتجلى قدرة الله في خلق اللؤلؤ كواحدة من عجائب الطبيعة التي أودعها الله في البحار. لو عايز تعرف كمل معنا الفيديو. نعم، تتجلى قدرة الله في خلق اللؤلؤ، وهو واحد من عجائب الطبيعة التي أودعها الله في البحار، فهو يتشكل داخل المحار بطريقة مذهلة، حيث يحول هذا الكائن الحي جسيما غريبا دخل إلى داخله إلى لؤلؤة ناعمة ومتألقة عبر تغطيته بطبقات من المادة الكلسية وتسمى عرق اللؤلؤ. ومن دلائل الإعجاز في خلق اللؤلؤ تكونه داخل كائن حي بحري رغم الظروف القاسية، ألوانه المتنوعة وبريقه الفريد الذي لا يستطيع الإنسان تصنيعه بنفس الجمال الطبيعي. ندرته وقيمته ما يجعله من أثمن وأغلى الأحجار الكريمة في العالم. كل هذا يعكس إبداع الخالق عز وجل وجماله في أعماق البحار، وهو دعوة للتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. يتم استخراج اللؤلؤ من البحار من خلال عمليات الغوص التقليدية أو باستخدام تقنيات حديثة في مزارع اللؤلؤ. يبحث الغواصون عن أماكن تواجد محار اللؤلؤ، والتي تكون عادة في المناطق الساحلية الضحلة أو الشعاب المرجانية. يستخدم الغواصون معدات بسيطة مثل نظارات الغوص وسلال لجمع المحار من قاع البحر، وكانوا قديما يعتمدون على حبس أنفسهم لفترات طويلة أثناء الغوص. بعد جمع المحار يتم فتحه يدويا باستخدام سكين خاص للبحث عن اللؤلؤ داخله. ليس كل المحار يحتوي على لؤلؤ، لذا قد يكون العثور عليه صعبا. يتم تنظيف اللؤلؤ المستخرج بالماء لإزالة أي شوائب أو بقايا عضوية، ثم يجفف ويفرز حسب الحجم واللون والجودة. بعد ذلك قد يصقل اللؤلؤ أو يترك بشكله الطبيعي حسب الحاجة. يتم تصنيف اللؤلؤ بناء على الحجم واللون واللمعان، حيث يفضل اللؤلؤ المستدير والمتناسق، ويقيم اللؤلؤ وفقا لجودته وتحديد قيمته بناء على ندرته وجماله، ويستخدم في صناعة المجوهرات الفاخرة. تعتمد معظم الأسواق على مزارع اللؤلؤ، حيث تتم زراعة اللؤلؤ بإدخال جسم غريب داخل المحار لتحفيزه على إفراز الطبقات الجلسية. هذه الطريقة أكثر استدامة وتوفر لؤلؤا بجودة عالية وبكميات أكبر. للؤلؤ أنواع متعددة، منها اللؤلؤ الطبيعي، ويتكون بشكل طبيعي داخل المحار بدون تدخل بشري، نادر جدا ويعتبر من أغلى أنواع اللؤلؤ. يوجد غالبا في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر وسواحل الهند. أما اللؤلؤ المستزرع يتم إنتاجه في مزارع خاصة عن طريق إدخال جسم غريب في المحار لتحفيز تكوين اللؤلؤ. يشبه اللؤلؤ الطبيعي لكنه أكثر توفرا وأقل سعرا، ويشمل أنواعا مثل لؤلؤ أكوية ولؤلؤ المياه العذبة ولؤلؤ التاهيتي ولؤلؤ البحر الجنوبي. اللؤلؤ الصناعي ليس حقيقيا، بل يتم تصنيعه من مواد بلاستيكية أو زجاجية مع طلاء يشبه اللؤلؤ. يستخدم في الإكسسوارات الرخيصة وليس له قيمة مقارنة باللؤلؤ الطبيعي. تعد اليابان من أبرز الدول في إنتاج اللؤلؤ المستزرع، خاصة لؤلؤ أكوية الشهير، كما تعتبر الصين من الدول الرائدة في إنتاج لؤلؤ المياه العذبة. بالإضافة إلى ذلك تبرز دول مثل استراليا والفلبين وأندونيسيا في إنتاج لؤلؤ البحر الجنوبي. في النهاية لا يوجد إلا أن نقول سبحان الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.